سنة 2008 جه لعيلة آية عريس من بيت محترم من غير ما ياخدوا رأيها حتى. قالوا لها احنا اخترنا لك الراجل اللي يناسبك. آية حاولت تتحجج بالدراسة وصغر السن، بس ما قدرتش تقول الحقيقة إنها بتحب واحد تاني. كانت عارفة إن الكلمة دي لو اتقالت كل حاجة هتولع. اتزنقت وكلمت حبيبها وقالت له تعالى تقدم علشان أعرف أرفض. قال لها ظروفي ما تسمحش، استني شوية. والشوية دي كانت الباب اللي اتقفل في وشها. مشيت في طريق الجوازة والراجل كان فعلا كويس، جهز شقته ووافق إنها تكمل تعليمها. بعد أسبوع واحد بس من الفرح آية وقعت، انهارت من جوه، مش قادرة تضحك، مش قادرة تمثل، مش قادرة تحس إنها مراته. وفي لحظة صدق قالت له أنا بحب حد تاني من سنين ومش قادرة أحب غيره، وعايزاك تطلقني وتسترني. الكلام نزل عليه زي مطرقة، وعلى رجولته وعلى قلبه وعلى فلوسه وعلى سمعته. بس بدل ما يتهور قال لها بهدوء غريب تمام، تعالي على بيت أهلك. دخل بيها على أبوها وأخوها الكبير وحكى كل حاجة. بنتكم اعترفت وبتطلب الطلاق، وأنا عايز حقي المعنوي والمادي، وانتوا بقى اتصرفوا فيها. وسابها ومشي. البيت اتقلب جحيم. الأب والأخ هروها ضرب، إهانة، بهدلة، يوم ورا يوم. جسمها كله كدمات وروحها كانت هتطلع حرفيا بعد الضرب ده. وفي لحظة قسوة قال الأب لابنه الكبير اوعى تخلص عليها بسرعة، أنا عايز أتشفى فيها قليلة الرباية دي. 4 أيام كاملة تعذيب وصوتها ما كانش طالع. في الوقت ده أخوها التاني علي كان مسافر، رجع على صريخ في البيت، شافها مرمية. قال لأبوها أخوه كفاية سيبوها لي، لازم أروح أوديها البيت جوزها وأتأكد إنها تحت طوعه. ساعتها هدوا وخدوا نفسهم شوية. علي أخد آية وقال لها تعالي نغير جو وبعدين نعدي على جوزك. وهي كانت مستعدة تمسك في أي طوق نجاة يبعدها عن جحيم البيت واللي كان بيحصل فيها من إهانة وبهدلة. ركبها العربية وراح بيها للعين السخنة، وقفها على البحر المية لحد نصهم، وقال لها مية البحر هتريحك، اغسلي وشك وإيديكي. آية دخلت في حضنه وهي بتقول بصوت مكسور سامحني يا علي ورطتك. بصلها بنظرة ما تفهمهاش وقال اتشهدي. اتجمدت. ايه؟ كررها اتشهدي. مسكها من شعرها وغطس راسها في المية. الطب الشرعي كتب تقريره واللي كان فيه المتوفية قد ماتت بالغرق مع ملاحظة كدمات قديمة متفرقة على جسدها، والذي يؤكد تعرضها للضرب المبرح أو التعذيب. والتحقيق وطبعا التقرير ده كان كافي إنه يكشف كل الحقيقة بتفاصيلها. وأمر مكتب النيابة العامة بإلقاء القبض على الأب والأخ الكبير. والزوج جه وقال هي قالت لي اللي قالته بإرادتها وأنا سلمتها لأهلها. وقتها قانون جرائم الشرف كان بيدي أحكام مخففة، وكان لازم حد يشيل القضية، وعلي كان هو الشخص اللي اتقال له خدها وانت اللي تعمل اللي لازم. والنتيجة حكم خفيف ما عداش شهور، وبعدها بسنين القوانين اتشدت، بس آية خلاص راحت.
في الآخر آية وقعت بين أهل شايفين إن حياتها قرار جماعي، وحبيب قال لها استني لحد ما ضاع العمر، ولما لجأت لحد المفروض يبقى أمانها خلى نهايتها على إيده. في زمن اتغطت فيه جرايم كتير بعباية غسل العار، آية كانت مجرد اسم اتحط على الهامش. وقبل ما نقفل القصة، لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك وتسيبوا تعليل برأيكم، وتشتركوا في القناة علشان نقدم لكم قصص أكتر وأعمق وأقوى من كده.